احنا ربنا يقدرنا وهننظف الارض ونعملها، بس ربنا يروق لنا الحال ويروق مزاجي كده بحق جه النبي يا رب. واللي عكر مزاجك يا حاج عبد الرحمن. يا راجل والله العظيم ده انا بروح من هنا بيبقى في البيت نار حريقه. ايه ليه بس؟ تعبت على الولد يا عم وعلمته، خدت بالك، وخد الكليه بقاله سنتين وما احناش عارفين لا الولد يتوظف ولا الولد يعمل اي شغلانه ولا هو راضي يشتغل معايا اي حاجه خالص. انا مش عارف ودور على شغل ولا قاعد في الدار زي الصايع؟ لا هو انا بسمعه بيروح كل يوم المنصوره يدور على شغل، وكل يوم يابا هات لي المصاريف اجره العربيه، لا الميكروباص مش عارف ايه، لا انا بجيب سندوتشات، خدت بالك، وزي ما انت شايف كده اهوت، والدنيا طيرت ظهرها ليا كده اهو. ومالك شغل يا حبيبي دلوقتي؟ انا مش عارف والله يا ابني، ده انا اهوت جايبكم معايا وتشتغلوا معايا في الفدان ده اهوت، واخدوا مزرعه من راجل طيب، مزرعه في النص، وقلنا نتكل على الله نعمل حاجه. لا ما هو ما يجيش يوفر ال 60 جنيه اللي انت هتديهم لي ليه وينقي معاه؟ انا يا ابني ما بخلصش مع الولد ده اهوت، ربنا بعتهولي عيل شرز وما بيعملش معايا اي حاجه خالص ولا ناوي يعمل لي حاجه. والله يا رجاله انا بضحك معاكم كده غصب عني. السلام عليكم. الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يابا؟ الحمد لله على السلامه يا ابني، عملت ايه؟ بقالكش شغل، بقالي سنتين ماشي بلف على شغل ومش لاقي. ليه يا رجلي ابني؟ حفت انت رجلك حفت حفت من كتر ولا انت خدت على المصاريف واكل سندوتشات واستحلتها؟ مد ده هي لا تردك وانت عيل قليل الادب. ما تزعلش يا حاج عبد الرحمن. ما تدعيش عليه يا حاج. هو عليك وعلى شرطه يا حاج ما تدعيش عليه. ده عيل معدي عليا كده مقطوم داره وما انتش عارف تجيب عوض وتشتغل معايا. طول بالك يا حاج. معاك اهو مش هنسيبك، هذا وبعدين احنا هنحل الموضوع ده في الجور. هنعمل ايه بس انا هنحل والله الموضوع ده زهقت ما مع الواد ده تزعلش. وزهقت معاه يا سيدنا صلى والله على النبي يا حاج عبد الرحمن. عليه الصلاه والسلام. بقول لك اذا كنتوا اخواتي تحاسبوا. وماله يا عم؟ دلوقتي الساعه بقت 5 ماشي ماشي؟ ويلا بينا. يلا بكم فين؟ نروح بقى. اما انا افضل معاك لحد الساعه 6 ولا المغرب هيدا. لا يابا لسه. لسه ايه؟ ما تضحكوش علي، ما تضحكوش علي. الطير يا ولد، الضرب ايه؟ الطير انت من وش؟ انا منن ولا من الطير يلا كمان وش؟ طب اقعد بس، طب اقعد بس. مش قاعد اقعد والله بس، اعصابي اقعد سايبه. بس. اقعد اعصابك سايبه من ايه؟ أهو. والله دي ما تسيبوني بيا اللي مكفني يا ناس، حرام والله عليك. دي حاجه. هنشرب ميه بس. هنعمل ايه يا ما عم؟ ميه. هو جاب لي الميه ولا جاب اي حاجه وهو جاي؟ احنا شغالين على لا في ازازه معايا اهي. يا ستار ستار يا على ابو العيال ابو خلف. انت طفحنا الميه. اشرب اشرب يا عم اشرب ياسر. ونطلع كمان وش يا عم، حرام عليكم، البنجر صبح يروي. اعمل ايه بس يا سيادنا قولوا لي. يا حاج انا عبد الرحمن والله بقالي هتتحل. كم يوم ربنا العالم والله بيا. هتتحل والله. ما انا عايزك تتحل يا سيادنا. ابنك راح فين بس؟ المصاريف غاليه والدنيا غاليه هو يا راح ولاد. فين؟ راح فين؟ ابني راح الجور. هنشرب شويه ميه ونروح نحل ما هي الجواش لي. طب قوم بس. والله ما هي الجوا لي. طب بس ما وما دعوه. يعني انا اللي اروح له مش هو اللي يجيني؟ بعد وانا افهمه. انا اللي اروح له ولا مش هو اللي يجيني؟ يلا بس تعال. يا ابوي زعلان مني وبدور على شغل بقالي سنه وما انا لاقي اي شغل خالص. اعمل لك لو فكرني بايظ، بس والله ما انا بايظ ولا حاجه. بدور على شغل ومش لاقي شغل، ورحت للدنيا كلها المنصوره وكل الدنيا ما لقيتش. عايزك تروق كده يا حاج عبد الرحمن. اعمل ايه اكتر من كده؟ وهدي نفسك وباذن الله ايه؟ هتبقى تمام. هتتحل. يا عم ربنا يسترها باذن الله يا عم. هتتحل. يا عم ربنا يسترها. ازيك يا حاج عطيه؟ ازيك يا باشا؟ عامل ايه؟ ايه يا عم مزعل ابوك ليه؟ انا ما زعلتوش، ابويا اللي كل يوم يقول لي انت بايظ انت فاشل، انا بقالي سنتين بلف على ما شغل. انت ما غصب عنك. بتشتغلش، هو راجل شغال في الارض لوحده وانت بتدور على شغل وما انتش لاقي شغل وسايبه وما بتعملش انت معاه راجل حاجة. مخلص كليه يا ابني ولا لا؟ مخلص كليه بس بدور على شغل مش لاقي. وعايز لك مستقبل ولا لا؟ عايز انت لما مستقبل. تروح الوقت تخطب بنت ياسر الوقتي هيقول لك ايه؟ طب ما انا مش لاقي، هو على يدك. ايوه انت على يدك. جدع شباب لسه وايامك جاي. اقضي لي شغل وانا اروح. تكاذب اقضي لك انا يا راجل يا كركوبني. لو جاي يخطب بنته وما بيشتغلش طب ولا مش- على راجل بايظ طب ما انا بقالي هيعمل مستقبل منين يا عم الحاج؟ مش مديها له. انا مش ماشي مع ابوك في الارض ليه؟ هيعمل مستقبل بدور على منين؟ شغل انا اشتغل معاه، اكيد انا متعلم وانا هشتغل معاه بالعواه. ليه يعني يا سيدي ما فيهاش حاجه. معاه بدل ما انت ما مش في لاقي كليات شغل. وبيشتغلوا، لا في كليات وبيشتغلوا قسما بالله. انا اتمرمط. خدت بالك؟ أمال أنا واخد كلية ليه؟ ملزوم لك شقه، خدت بالك؟ وملزوم لك بيت، وانا ملزوم لما هو- اتعب ولا يجرى لي حاجه انا مسؤول منك. هو يا رجالي كل مره يجي يعمل لي كده، كل مره يجي يعمل لي كده. سيبني عشان بترجعوا تقولوا يا حاج انت شديد في حقه. يا حاج اصبر ورزقه هيجيله. انا ورزقه هيجيله. انت كل يوم تجيب لي ناس وتيجي يا تشاهدني. ابني والله كل قلبي يوم. حاسس ربنا هيفكها وربنا هيرضيك، والله الفرج ده قرب
مقرب علينا ان شاء الله. سلام ورحمه الله وبركاته. سلام. الله يسلمك يا ابني. من ده وده؟ الله يصلح حالك. ازيك يا سعاده الباشا؟ عامل ايه يا حاج؟ اهلا وسهلا مرحبا حبايبي. اهلا وسهلا كل عام طيب. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. يا مرحبا اقعد اقعد. اتفضل يا حاج اتفضل. ازيك يا باشمهندس عامل ايه يابا؟ الحمد لله والله تمام. انت عامل الله ايه؟ يصلح حالك. الحمد لله انا ما اعرفكش. انا سامع ده انا عم ابويا صاحبك ابوك مين يا؟ ابويا السيد صاحبك يا عم. انا كنت مقابلك قبل كده. السيد ششتاوي؟ انت ابنه؟ والله العظيم. كل عام طيب عامل ايه؟ الله وكيل. عامل ايه؟ ابوك عامل ايه؟ الحمد لله والله تمام. الله يصلح حالك. صحة صحة يا بعض. الله يصلح حالك. اخبارك؟ الحمد لله والله يا تمام. عز المعرفة والله. الله يخليك. الله يا يصلح صلاة حالك. النبي. الله يصلح يعني ايه اللي قد كده وافتكرتني يا ابن الغالي؟ قلت بقى قد تيجي سامع ان عندك ابن قاعد بقى اكتر من 3 4 اشهر. اي والله يا ابني. وقلت بقى اما اروح لان في شغلانه له حلوه. انت كنت دفعته؟ انا كنت معاه انا وهو مع بعض وجات لي شغلانه كويسه يعني انت كده. جايب شغلانه لابني؟ والله يا صلاة النبي. شغلانة حلوة قلت لك الفرج جاي. الله اكبر. اللهم صل على النبي. اصبر. شغلانه الحمد في لله والله. شركه حلوه. بنتكلم في الموضوع والله العظيم الحمد لله ربنا يكرمه والله. شغلانه في شركه حلوه كويسه يعني هيبقى بتاع سكرتير. الشركه ومزاجه حلو يبقى مزاجه تمام 10 وهيبقى مرتبه 100. طب مرتبه ايه يا باشمهندس؟ مرتبه 3000 جنيه. اللهم صل 3000 جنيه. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم الساعة دخل دارنا يا اولاد. اخيرا يا اولاد هنمسك فلوس. اللهم صل على النبي. هو ابنك نهو فيه. ابني يا ابني الباشمهندس دول حبيب ابني والله. الحمد لله يا ابني والله العظيم ربك ما خلق حد وانساه. والله ربنا ما خلق حد وانساه يا ابني. الف مبروك اعطيك. الله ده الحمد لله والله. الف مبروك. انت يا ابني الشركه دي مضمونه؟ ايوه يا عم مضمونه تمام الحمد لله. يعني والقبض في ميعاده يعني؟ على طول ان شاء الله. طيب الحمد لله انا هروح افرح امك في الدار والله هتزرغط. الحمد طب انتوا يا رجاله ما تاخروا قسما بالله تتعشوا عند الليل. الله يستر. اروح اخلي الوليه تذبح لنا. ده كرومي. ده كرومه بحاله. ده كرومي كاس ده الفرحه والله ما يسيحان. بحاله. هبدا ارتاح. ربنا برضيه والف مبروك والف مبروك والله. يا جدعان هي ما بتضيقش والله ما ضاقت الا ما فرقت. يعني النهارده متضايقه بكره هتبقى مبحبحه والصبر حلو. يعني انا قصدي اقول في كل المبدا ان الروايه اللي احنا عملناها ديت ابتدأت عن الصبر والصبر مفتاح الفرج. يعني ما تيأس من اي حاجه. خدت بالك ونعمه ربنا واسعه والله العظيم. لازم تصبر عشان تلاقي. تبات نار تصبح رماد. الحمد لله. واقول لكم الحمد لله ان احنا ربنا الهمنا وابني لقى شغل والحمد لله وفضل وعدل من عند ربنا. الحمد لله. الحمد لله. الف مبروك يا احمد. الف مبروك يا ابني. ده الف مبروك لك انت والله الفرحه كبيره يا باشمهندس. الله يصلح حالك يا حاج. اي والله. الصحبه اي والله الف مبروك يا ابني. طيب يا عم. الف مبروك. ربنا يوفقك. الله يستر. الله يبارك فيك. فرحانين ليه يا حاج؟ والله ده راجل طيب وتستاهل. دول ناس جيراني. مبروك يا حاج. الله يصلح حالك. ناس جيراني واقول لكم يا سيادنا الجار ما ينفعش الا وقت الشده.